ايه وحشتوني. النهارده هنتكلم عن الواحدة اللي بتطلق وعندها أطفال وبتاخد شقة، بتبقى حاضنة. الحاضنة من حقوقها إن بتاخد شقة الزوجية بعد الطلاق، لأن بتربي فيها الأولاد لسن معين، 15 سنة الولد، البنت مش عارفة برضو، تقريبا دلوقتي اتغير السن، في الولد 13 والبنت 15 والبنت أكتر. أنا مش لكن المعروف المعتاد الولد 15 سنة، ودلوقتي في سن حضانة البنت، زمان كانت لحد الزفاف، لكن دلوقتي بنتكلم في العادي ان في سن حضانة بنتين والاب بياخد الاولاد. طب الفترة دي لغاية ما يجي سن الحضانة، الام اللي بتربي ولادها تربيهم فين؟ مش من حقها تقعد في بيت الزوجية اللي كانت متجوزة فيه، بيت ولادها اللي هو بيت ابوهم، ولا تاخدهم عند بيت اهلها وتصرف عليهم وتربيهم، ولا تروح تأجر لها شقة وتدفع هي فلوسها، ولا ايه؟ ما هو الطريق ده مسؤول عن ولاده. ما ممكن واحدة تقول لك طب خلاص، طب انا ايه اللي يجبرني على كده؟ ما انت خد ولادك وانا اروح اتجوز، او خد ولادك وانا اروح عند بيت ابويا واقعد، ولا تربية ولا وجع دماغ، وانت مسؤول واشرب وقوم بالليلة. صح ولا لا؟ يبقى الست اللي هي اتظلمت واتطلقت، جوزها طلقها، او هي لقت الحياة صعبة وبرته واتطلقت، ولا اما كده لا اما كده. في الحالتين دي امه بتربي ولادها، يبقى لازم الاب زي ما هي بتخدمهم وتتقي الله فيهم وتديهم الحنيه والمراعاه، برضو الاب اقل حاجه تسيب السكن لاولادك، امهم تربيهم فيه وتصرف على اولادك. دي اقل حاجه. امال هي، اما انت ده اسمهم على اسمك، ولادك اسمهم على اسمك، لان الظلم حرام، لان بنشوف حاجات كتير وبتؤدي الى جرائم. والست، واحنا عارفين كلنا الحاجات دي، لما الست بتقعد تتهان يقعد يقول لها الشقه، سيب الشقه. طب ولادك هيروحوا فين يعني؟ مش هي بتربيهم لك؟ تروح تاخدهم في الشارع تقعد معاهم مثلا؟ الشقه، سيب الشقه، سيبيها، او يدفع مصاريف شهر وما يدفعش الشهر التاني، او يدفع مصاريف قليله والحياه غاليه. في مصاريف مدارس، حسب انت ولادك بتدخلهم مدارس ايه. يعني مش معقول هتدخل ولادك مثلا مدارس حكوميه، في بيدخلوا حكوميه، هم حرين احرار حسب مقدرتك، لكن ما يبقاش مقدرتك بتاخد مثلا الوفات المؤلفه وماسك منصب كبير او وارث او غني او قاعد بره او ايا كان، وتروح تدخل ولادك تستخسر فيهم التعليم وتدخلهم مدارس حكوميه. لا، انت مرتبك كبير ودخلك كبير، مقتدر، دخلهم مدارس خاصه او مدارس نشر او انترناشونال، او المدارس اللي تقدر تدفع فيها، ما تستخسرش في ولادك. ما تديش مرتب مثلا لمراتك مصاريفهم، حاجات مثلا يبقوا نفسهم في حاجه ما يقدروش يجيبوا، نفسهم يلبسوا ويبصوا لزمايلهم ما يقدروش يلبسوا زيهم، يجيلهم حاله نفسيه ويتعقدوا ويكرهوك. مصاريف البيت، الاكل والشرب، مصاريفهم الخاصه، بيخرجوا بيجيبوا بيتفسحوا، مصاريف المدارس، بيروحوا رايحين المدرسه كل يوم، معاهم لانش بوكس ومعاهم مصاريف في ايديهم، ومعاهم كل الحاجات دي انت مسؤول عنهم، دول ولادك. فما تستخسرش فيهم، لان ربنا هيحاسبك يوم القيامه، يوم الدين ربنا هيحاسبك، هيقولك انت قصرت في ولادك. والست دي هتعمل ايه اكتر من كده يعني؟ هتعمل ايه؟ هما مسؤولين منك، وهي مسؤوله انها تربيهم وتراعيهم وتتقي الله فيهم. لكن الرجاله اللي بيسيبوا كل حاجه ويروح يتجوز وما يصرفش على اولاده ولا اي حاجه، وكمان يذلها بالشقه اللي هي قاعده فيها. طب ليه؟ وليه الحاجات دي كلها حرام؟ ليه؟ دي اخرتها ظلم بين في الدنيا وفي الاخره. الظلم في الدنيا وفي الاخره، اللي بيظلم كده بيبقى في الدنيا بيشوفه بقى في صحته، في حياته، في شغله، بعد كده يتجوز واحدة برضو يتظلم هو منها، اي حاجة. في الاخرة طبعا العذاب والظلم ده ما نهايته مش كويسة خالص، ربنا مطلع وشايف. فبلاش الظلم، وبلاش تيجي على اغلى حاجة عندك ولادك وامهم، بلاش. وفي رجاله كويسين بيصرفوا وبينفقوا كل حاجه، تمام. في، ما باجيش على برضو الطرف التاني، لا، في ناس قايمين بواجباتهم 100% وكويسين وبيتقوا الله، سواء الراجل اتجوز تاني او ما اتجوزش، في الحالتين بيتقي الله وبيصرف وبيتقي وما بيقولهاش كلام جارح، او انت قاعده في الشقه انت كذا امشي يلا، الحاجات دي كلها، لان الظلم حرام. يعني انا شفت حاجات وحالات، وكلنا شايفين وعارفين، حاجات حقيقيه على ارض الواقع بتحصل. ستات بيجي لها حالات نفسيه وبتأدي لآثار يعني مش كويسه خالص، بيجي لها حاله نفسيه، واوتوماتيك تلقائي الولاد اللي هيشوفوا كده هيجي لهم حاله نفسيه وهيكرهوا الاب وهيبقوا مرضى نفسيين. بعد كده مش هتقدر تعالجهم لو بملايين،
او عشان تشيل العقد اللي جات لهم والنفسيه اللي حصلت لهم دي. لو بملايين مش هتقدر تغيرهم. خلاص يعني اللي بيجيله حاله، خلاص اللي بيتعقد من ابوه بيفضل متعقد طول العمر. طول العمر مهما كبر، مهما غيرت معاه بعد كده، مهما حسنت معاملتك، مهما صرفت عليه، مهما اظهرت الجانب الكويس بعد كده. طب ما تظهر الجانب الكويس ده من بدري من الاول عشان يطلعوا اسوياء ويحبوك ويعاملوك بما يرضي الله. ليه نظهر الجانب الوحش في الاول لغايه ما نلاقي الاثار بتاعته ظهرت؟ ليه؟ يعني السؤال ده ليه؟ واكيد كل الناس، في ناس كتير متعرضين لكده وشايفين برضو. قولولي كلامي ده صح ولا لا؟ النقطة دي مهمة. الست الحاضنة اللي بتتظلم وبتاخد كلام جارح، والراجل بيأثر في مصاريف البيت وبيقعد كل شوية يذلها بالشقة، يلا سيبيها سيبي الشقة. طب هي تسيبها وتروح فين؟ وبعدين هي قاعدة مع ولادك فيها، ولادك هم اللي قاعدين في الشقة وهي بتربيهم. ده انت لو جبت دادة او شغالة سوري هتاخد اضعاف 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 اللي هي بتاخده، وفي الاخر مش هتاخد بالها منهم اساسا. مش هتاخد بالها منهم، مش هتراعيهم بما يرضي الله، وهتاخد اضعاف اضعاف. يبقى ليه بقى الظلم؟ ولا هتوديهم لمرات ابوهم، مراتك التانية هتاخدهم وتراعيهم؟ اكيد لا، اكيد لا. فليه يعني ليه الحوارات دي كلها واللف والدوران؟ وده يجي معروف اصلا، معروف ده فين وده فين، وده نهايته ايه، وده هيعمل ايه، وده لو راح فين هيحصل له ايه، وده لو راح فين هيحصل له ايه. يبقى ليه اللف والدوران على بعض ليه؟ فياريت نتقي الله، ياريت. بس هو الفيديو ده مجرد ان بدي نصيحة لأي راجل: اتقي الله في طليقتك وولادك وفي مسكن الزوجية الحاضنة، مسكن الحضانة، مسكن الحضانة. ما تقعدش تذلها كل شوية. لما ينتهي المدة خلاص ابقى خدهم مع السلامة. بس لكن مش تقعد تذل فيها بقى طول السنين دي، ويجيلها السكر والضغط وتتجنن، ويجيلها حالة نفسية وتأثر على ولادك ويجيلهم حالات نفسية. فمش معقول الظلم، لا حرام. قولولي برضو، حد مر بحاجة زي كده من عندكم، معارفكم، قرايبكم، صحباتكم؟ انتوا مريتوا اكيد في حاجة، كل الناس مرت بالحاجات دي يعني، اكيد يعني في كل بيت هتلاقي الحضانة والطلاق والاولاد والمشاكل والزوج الكويس والزوج اللي وحش، كل حاجة موجودة، كله موجود. فقولولي النظام ده في مصر ولا في البلاد التانية برضو؟ البلاد التانية كلها، السعودية، الامارات، المغرب، الجزائر، كل الكلام ده عندكم برضو ولا الحالات دي عندنا في مصر بس؟ هي اكتر حاجة في مصر شائعة، في مصر دي معروفة، هي شائعة في مصر. والمحاكم في مصر، وتلاقي المحاكم الواحدة اللي تخلع جوزها، واللي نفقة والنفقة مش مكفياها، الحاجات دي كلها هتلاقيها في مصر اكتر حاجة. اكتر حاجة تلاقيها في مصر هنا متكدسة كتير جدا المشاكل دي. فياريت تقولولي برضو عشان انا يعني ايه، ارائكم تهمني، رأيكم يهمني. المواضيع اللي انا بتكلم فيها، فالمواضيع دي حساسة ومواضيع مهمة ومواضيع احنا بنعيشها، يعني كل الناس بيعيشوها كل يوم وكل سنة وكل شهر، كلها من قديم الأزل وهي موجودة وبتزيد. الحالات دي موجودة وهتفضل موجودة. يعني الحالات دي حالات اجتماعية، دي حياة، حاجات اجتماعية بحتة يعني، فبنعيشها، مش حاجة جديدة أو حاجة غريبة. دي حاجات موجودة في المجتمع وسايدة فيه ومحفورة فيه. الآثار بتاعتها عاوزين نعالجها يعني، ما يبقاش مشاكل. يبقى أي واحد بينفصل عن واحدة وعنده ولاد يتقي الله، يبقى بكل احترام، يتقي الله في ولاده وفي أم ولاده اللي كانت مراته في يوم من الأيام. يتقي الله فيها بالكلمة، متكلمش عليها كلمة وحشة. هي خلاص انفصلت، بس دي ما كانت مراتك، كانت شايلة اسمك في يوم من الأيام وأم ولادك وبتراعيهم، فما تتكلمش عليها كلمة وحشة. لأن انت لو اتكلمت عليها كلمة وحشة الناس برضو هيقولوا عليك كلام مش كويس. اللي يتكلم على اللي كان عايش معاها واللي كانت شايلة اسمه يبقى هو راجل مش مظبوط ولا ايه؟ حتى لو كان فيها عيوب ما تقولش، خلاص الله يسهل لها ويصلح حالها، وانت كذلك وهي برضو كذلك هتقول كده. فلازم نتقي الله، الطرفين يتقوا الله. يحصل انفصال يبقى بكل أدب وكل احترام وكل مودة وكل رحمة، عشان الأولاد دي هي اللي بتحصد النتيجة من الطرفين. هي دي اللي بتزرع فيها النتيجة، النتيجة دي بتفضل موجودة وتكبر فيهم، الآثار دي بتكبر فيهم، تفضل تكبر فيهم، ونتيجتها تبان بقى، تبان بقى على كل حاجة في حياتهم، على معاملتهم مع الناس، آثار النفسية في التعامل. يكرهوا الدنيا، يطلعوا عصبيين جدا، يطلعوا عصبيين جدا ومش طايقين نفسهم، يتعقدوا. سواء بنت بتتعقد من الجواز، ولد
تلاقيه برضو يتعقد ويقول بقى هيبقى في حياة مشاكل وكده. فياريت تقولولي رأيكم في الفيديو والكلام ده ايه. وإذا عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. سلام.